من أحدث ما أنشأته المديرية العامة للأمن الوطني جمهرة العمليات الخاصة، قوة قتالية عالية للقضاء على كل أنواع الجريمة المنظمة. تابعونا في هذا الريبورتاج. تتمثل مهمة هذه الوحدة في عملية التدخل في البيئة الحضرية كالمدن ضد الأفراد المسلحين والذين يشكلون خطرا، ويتم ذلك عن طريق التفاوض أو عن طريق القوة. كذلك من مهام الفرقة تسيير عملية حجز الرهائن، نقل الشخصيات المهمة أو قدوم شخصيات من مستوى رفيع، وتقديم المعونة والخبرة في مجال مكافحة الإرهاب. جمهرة العمليات الخاصة للشرطة باختصار هي تسمية معتمدة مسبقا ضمن صفوف الأمن الوطني، وهي تشير إلى تجميع الوحدات داخل هيكل واحد تحت قيادة واحدة، أي بمعنى آخر هي قوة مشكلة من نخبة من قوات الشرطة أفرادها يتمتعون بتدريب قتالي عالي المستوى، مجهزين بأجهزة ووسائل خاصة، توكل لهم مهام عملياتية خاصة، كما يتميز أفرادها بجاهزية قتالية عالية، مستعدين للعمل في كل الظروف وفي حدود الاختصاص الإقليمي للأمن الوطني. اقتحام المباني. يعتمد نجاح العملية القتالية ضمن المناطق الحضرية على الاستخدام السليم لوحدات البنادق. يجب على كل عضو أن يكون ماهرا في التحرك، اقتحام المباني، تطهير الغرف، استخدام القنابل اليدوية، كيفية اختيار واستخدام الأوضاع القتالية، التنقل في المناطق الحضرية، التمويه. طبعا هذا البرنامج التدريبي ينجز وينشأ من طرف لجنة مختصة بعد موافقة القيادة أو قيادة الأمن الوطني على هذا البرنامج. أيضا فيه تدريبات هذا على المستوى المحلي، وكذلك فيه تدريبات على المستوى الدولي، حيث هذه الجمهرة تلقت تدريبات مع كثير من الفرق والقوات الخاصة على المستوى العالمي، مثل فرقة الراد، جيو الإسبانية أو فوج التدخل الإسباني، أو كذلك الفرقة الخاصة البرتغالية، وكذا الفرقة الخاصة الإيطالية والألمانية. عند دخول المباني على المقاتل تقليل الوقت الذي يكون مكشوفا خلاله. قبل الانتقال نحو البناء لا بد للمقاتل أن يحدد نقطة الدخول إليه، وكذلك تجنب استخدام النوافذ والأبواب قدر الإمكان إلا إن كانت الوسيلة الوحيدة لدخول المبنى. طريقة الدخول من الباب أو الفتحة. عندما يكون الباب هو المدخل الوحيد للغرفة يجب عمل الآتي: على المقاتل أن لا يعرض نفسه لنيران العدو من داخل الغرفة،
يمكن فتح الغرفة إما عن طريق اليد أو الركل أو الرمي. طريقة فتح الباب بواسطة الركل: واحد يقف على جنب ويراقب، والآخر يقوم بركل الباب، وبمجرد فتحه يرمي قنبلة داخل الغرفة، وعند الانفجار تدخل مجموعة الاقتحام مستخدمين رماية أوتوماتيكية. أسندت إلى جمهرة العملية الخاصة للشرطة مهام خاصة مقارنة بالمهام الاعتيادية لباقي هياكل الشرطة، وتتمثل هذه المهام في مكافحة كل أشكال الجرائم الخطيرة والمعقدة مثل احتجاز الرهائن، اختطاف الطائرات وغيرها من الجرائم المعقدة التي تستدعي تدخل وحدات خاصة بتجهيزات خاصة. أيضا التدخل عند حدوث مساس خطير بالنظام العام يستدعي استعمال وسائل وتقنيات خاصة، كما يتمثل دورها أيضا في تقديم مساهمة عملياتية للمصالح المكلفة بالوقاية وقمع الجريمة المنظمة. يمكن استخدام وسائل مختلفة للوصول إلى الطابق العلوي للبناء أو إلى سطح المبنى، منها السلالم، المروحيات، كما يمكن للمقاتل أن يتسلق على أكتاف زملائه للوصول إلى مكان مرتفع كافي ليسحب نفسه نحو الأعلى. النزول بالحبل هو أسلوب إدخال المقاتل من سطح المبنى مرتفع إلى الطابق الأسفل منه من خلال إحدى النوافذ أو من خلال فتحة في أرضية السقف. كما تستعمل الهوامة للتدخل السريع وإنزال المقاتلين عن طريق الهبال فوق سطح المباني. التقنية الجديدة التي تنفرد بها مجموعة غوسب هي الشاحنة السوداء المجهزة بأحدث التقنيات لاقتحام المباني العالية، سلالم خاصة وقوة اندفاعية رهيبة. تدريبات اليوم ستتيح لنا اكتشاف البعض من المعدات والأسلحة وتقييم مستوى الأفراد العاملين بهذه الوحدة. كما تجدر الإشارة إلى أن الوحدة تتوفر على عربة هجوم مارس وعربات رباعية الدفع مدرعة. كما تستفيد الفرقة من دعم الوحدة الجوية للأمن الوطني. أما فيما يخص العتاد الفردي فتملك المجموعة بنادق HK MP5 و MP5 SD6. تحوز الفرقة على كل الوسائل والتجهيزات الخاصة التي تدخل في إطار عمليات أو تستعمل في إطار عمليات تدخل في إطار المهام الموكلة لهذه الجمهرة. تعتمد جمهرة العمليات الخاصة للشرطة تدريبات متنوعة صعبة وشاقة تتطلب القدرة البدنية الكبيرة، الاستعداد النفسي العالي والتحكم الجيد في الذات. هذه التدريبات النهارية والليلية تكون معقدة وقريبة من الواقع حتى يتمكن طبعا عنصر الجمهرة من مجابهة الوضعيات الحرجة باحترافية عالية وسرعة وفعالية في التدريب.
تدخل إلا بأمر من القيادة العليا لها حسب السلم التصاعدي. في إطار التحديات التي يعرفها العالم حاليا، وفي ظل الرهانات اليومية على المستوى الإقليمي والدولي، ومع التطور والانتشار السريع للجريمة بكل أنواعها وأشكالها، يتحتم على الأجهزة الأمنية مجابهة الأخطار المحدقة بها. وعلى ضوء هذه المعطيات تكون قد دخلت المديرية العامة للأمن الوطني مرحلة جديدة شعارها النوعية، وذلك تماشيا مع المرحلة الراهنة. وفي ظل وكل هذا أقر عناية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني إنشاء جمهرة العمليات الخاصة للشرطة، وذلك في إطار عصرنة الجهاز وتنظيم مهام الشرطة لاستباق واستشراف التحديات الأمنية، حماية للمواطن وممتلكاته وترسيخ الشعور